السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة ريما كوكين. كنشكر أي واحد دخل عندي جديد وخلى لي تعليق جميل. اليوم إن شاء الله الوصفة ديالنا هي هاد الكيكة الإسفنجية، كتجي رائعة وكنكونوا كنسقيوها بواحد السيرو شيرة القطر. خليكم معايا لاخر الفيديو، ما تنساونيش باللايك وبالاشتراك وتخليوا لي الرأي ديالكم، وشكرا. على بركة الله نمر للوصفة. اول حاجه غناخدو عندنا واحد الكاسرول بهذا اليد هذا بحال هذا الشكل، ثم نصب كوب من السكر حبيبات، نفس الكأس اللي عبرت فيه السكر اضيف كوبين، الكوب الاول والان كوب الثاني. الان نضيف الحبات الهيل. حبات الهيل لابد من انكم تفتحوهم باش من يكونوا كيطلقوا الفائده ديالهم بحال هذا الشكل، غير بالصبع ديالكم كيتفتحوا. وكذلك المزمار القرنفل 6 حبات. الان نشعل لنا النار على اعلى درجه، على نار عاليه. غادي نحط الكاسرول ديالي، غنبقى نحرك 5 دقائق. غنحرك باش يذوب ليا هذا. غادي نخلي هذا الخليط 5 دقائق وان شاء الله نكملو. بعد مرور 5 دقائق على نار عاليه كنضيف واحد ملعقه صغيره من الحامض من الليمون، ومباشره كناخذوا واحد الوعاء من الزجاج وكنصب الخليط وغنخليه حتى يبرد تماما. وبهذا كنكونوا حضرنا القطر او الشير باش غادي نسقيو به الكيك ديالنا. الان غادي ناخذ واحد الغربال عندي كما كتشوفوا هنا، غادي نضيف عليه بسم الله 4 معالق من الدقيق الابيض. اول وحده، الثانيه، الثالثه، والاخيره الرابعه. وكذلك نصف ملعقه من بيكنج باودر الخميره الحلوه، نصف ملعقه، وملعقه صغيره من الفانيلا باودر مسحوق الفانيلا. الان كنجي انا عندي هنا البيض انا غسلته، غنرجعو لهنا. غادي نفصل الابيض عن الاصفر. عندي هنا اربع بيضات. يا بسم الله على بركه الله. انا هرس الكل بهذا الشكل هذا. كنجيب واحد الاستعانه بواحد الشبيكه بحال هذه، كنصفي البياض. الان بعد ما فصلنا الاصفر وبياض البيض كل حدب في اناء، نضعه جانبا، ثم ناخذ الاناء اللي غادي نحطو فيه نحطو فيه الكيك ديالنا، واحد الشيته، وعندي هنايا السمنه ولا القليل من الزبده، وكندهن بها الاناء ديالي اللاطه. غندهنو بهذا الشكل هذا مزيان. كناخذ البياض ديال البيض، وغادي ندير هنا نصف ملعقه من الخل وملعقتين من السكر حبيبات الاول، كل حتى يولي ليا ابيض كالثلج. الان بعد ما طربته مزيان كتشوفوا معايا تكاتف
ولا ثقيل ولا كريمي. الان غنضيف الاصفر، غنضيف حبه حبه بحبه وغنطرب حتى غادي ندمج هاد الوحده ونزيد الاخرى. ولكن في هاد الاثناء هذه غادي ندير شويه الدرجه ديال هذه ناقصه، ديال الخلاط غنديرها ناقصه. الان غنزيد الثانيه وغنبقى بحال هكا حتى نكمل باقي الصفار البيض اللي عندي. بهذا الشكل هذا يكون عندي صفار البيض وابيض البيض مزاج. الان انا غادي نحيد الخلاط وغادي نجيب غير ملعقه خشبيه ولا سباتيول اللي عندكم. والان بالاستعانه بملعقه عندكم خشبيه ولا بحال هاد سباتي، وكنرجع كنجيب الدقيق ديالي اللي درت فيه الفانيلا ودرت فيه البيكين باودر على بركه الله. يا بسم الله. غادي ننخل، غادي ندير مباشره شويه بشويه، وغادي ناخذ هكا من التحت للفوق بحركه دائريه. غنبقى بحال هكا حتى ندخل هاد الكميه اللي درت ديال الدقيق، ونعاود نكمل باقي الكميه ونرجع لكم. في هذه المرحله ضروري تمشيو بالخف، ضروري من التحت للفوق باش ما تهرسوش داك الهواء ديال البيض اللي عندنا. بحال هكا كيتخلط عندنا الدقيق جيدا، وكنحافظوا على القوام اللي بغينا حنا اللي طلعنا في البيض. نحاولوا ما نفقدوش هاد الخفقه اللي خفقنا كامل. ضروري هاد المرحله هذه ديال باش كنخلطوا تحافظوا عليها. انا في هاد الاثناء انا سخنت الفرن على درجه 200 درجه سلسيوس. هنايا 200 درجه سخنت الفرن، وهنايا هذا هو الاناء ديالنا اللي غندير فيه الحلوى، مدهون بالسمنه اولا بالزبده. غادي نجي على بركه الله. ضروري هاد المرحله كنهز ايدي، ضروري تهزوا ايديكم. وضروري كنهز لاطه ديالي وكندير لها بحال هكا باش داك الهواء اللي لداخل كما كتشوفوا معايا الهواء كيخرج. انا الان دخلت الكيك ديالتي للفرن على درجه حراره، انا دايره هنا في 200 كما قلت لكم 200 درجه الحراره. الان الكيكه ديالنا ملي خرجت من الفرن وهي ساخنه مباشره كناخذ داك السيرو اللي خلينا برد وكنجيو وكنسقيوها بحال هكا وهي ساخنه. ضروري ولا خصها واحد فيهم خصو يكون ما يكونوش بجوج ساخنين وما يكونوش بجوج باردين. صدقوني كتجي بهذا الشكل رائعه رائعه رائعه. غتسقيوها وتخليو شويه ملي كتقطعوها عاوتاني كتسقيو به. كتجي رطبه كما كتشوفوا معايا، كتجي اسفنجيه، كتجي رائعه رطبه رطبه كثير. وبهذا كتكون هذه هي الكيكه ديالنا اسفنجيه كما كتشوفوا معايا. كتجي رائعه، كتجي هشه وكتجي اسفنجيه كما كتشوفوا رائعه. وكتقدروا عاوتاني تعاودوا تسقيوها الا بغيتوا تاكلوها بالصحه وبالسلامه. كنتمنى انكم ما تنساونيش بلايك وبالاشتراك.